خالو جاب لكم هديه جميله جدا جدا، ويلا بينا بقى نشوفها. جاهزه يا دودي؟ مين فيكم عايز يشيل المفاجاه الاول؟ انا. يلا 1 2 جاهزين؟ فرحانين؟ واهي الشوكولاته الجميله الجميله حلوه قوي قوي. واو. يلا صباح الخير يا يوسف. صباح الخير. صباح الخير يا كنزي. صباح الخير. النهارده بقى انتوا متألقين ورايحين المدرسة؟ ماما النهارده عندي حفلة، مش هعمل أي حاجة. عندك حفلة ايه يا كنزي؟ حفلة التخرج. مش التخرج يا كنزي، حفلة رمضان. حفلة رمضان. انت عندك حفلة ايه النهارده يا كنزي؟ حفلة رمضان. حفلة رمضان؟ أيوة. خلاص كل سنة بقى وانتوا طيبين، رمضان خلاص على ابواب، يعني فاضل بالظبط تقريبا 10 ايام يا كنزي. بس يا ماما الميس بتاعتي بتقول الأغنية اللي هيغنوها في حفلة التخرج. دي حفلة التخرج ودي حفلة رمضان. لا، ما هو بعد الحفلة هتعملي الإملة العربي. لا دي بكرة. لا الاملا بكره يا يوسف بتاعت العربي. عند الحفلة. فعايزاكي بقى النهارده يا كنزي بقى تنبسطي وتهيصي وتلعبي مع صحابك وتغني اغاني رمضان الحلوه الجميله. بس اقول لك اول امبارح زبون صاحبتي لبست حاجه زي كده زي طمطم فوق، وولد منهم من الفصل كده لابس بوكي، وواحد تاني لابس جلابيه. هو انت عندك في الفصل يا كنزي في ولاد؟ لا كلكم بنات في الكلاس؟ ايوه كلنا بنات، وهم جوا معانا. واحد شكشك وواحد بوكي. واحد شكشك واحد بوجي. ايوه ايوه، والشكشك قاعد يتفرج عليهم من الشباك وقعدنا نغني. الله. النهارده بقى البارتي هتبقى حلوه قوي. بره كده. النهارده البارتي هتبقى تحفه تحفه تحفه، عايزاكي تنبسطي بقى. بس النهارده على فكره اتعلمت حاجه الكمبوز. يا خلاصي ما شاء الله حبيبتي، جدعه شطوره. وعرفت افتح رجليا وببص وشي كده. لعبه الكومباس حلوه، بس يعني تاخدي بالك عشان ما تتعوريش. ماشي. وعلى فكره في باليه، عرفت اعمل باليه. لا يا ماما، هي بتعمل كده يا ماما. المفروض تلف الناحية التانية، بس يا ماما المفروض راسها تلمس الأرض. المفروض راسها تبقى فوق مش تلمس الأرض، عشان لسه بتتمرن يا يوسف، بتتعلم. لا هي الميس قالت كده. لا، اسألي الميس بتاعتنا هتقول لك. وعلى فكرة أول امبارح رحنا البي عشان بنتمرن على الحاجات اللي هي جمبازة والحاجات. ايوه ماشي. يلا احنا الباص قرب يرن خلاص، وبعديها ننزل ونبقى جاهزين للمدرسه. ماشي. أساسا من امبارح لغاية النهاردة جوه هوا شديد دلوقتي. ماشي يا حبايبي. يلا حبايبي نزلتهم بقى للمدرسة زي ما انتوا عارفين بقى، يعني اليوم ما بيبقاش فيه بركة خالص. يا دوبك نزلتهم، قلت الحق بقى انضف قبل ما هم ييجوا، والحق الكام ساعة دي الحق اعمل. بصي الأوضة بتاعت كنزي متبهدلة تماما، واللعب هنا والسرير متبهدل وكل حاجة متبهدلة. عايزة بقى اشقلبها كده وانضفها واخليها فلة. فهغير بقى الملاية وأوضة يوسف. بصوا انا أوضة يوسف خلصتها الحمد لله قبل أوضة كنزي. بصوا بقت جميله جدا. المنظم ده حلو قوي قوي، هحط فيه برضو الشباشب بتاعته والسليبرات، وكنست السجاده وعملتها كده بالفرشه كده والصابون على الناشف، والترابيزه حطيتها له على الجنب بقى بالطريقه دي، والملايه غيرتها له، حطيت له بقى الملايه دي شكلها حلو قوي. هو لما بيجي من المدرسه بيبقى شكلها حلو. بصوا انا بالمناسبه انا بمنتج الفيديو وهم جم اصلا يعني هم جم وبياكلوا بس. فده شكل بقى التسريحه بتاعته. نقلت اللعب كلها بقى هنا، لان دي كانت جنب السرير عنده، كانت عامله ازمه وكل شويه تخبط فيها وشويه تقع، فقلت حرام تتبهدل لانها غاليه. والكاشير بتاعه حطيته له بقى بالشكل ده، واللعب بتاعته والباسكت بول والسجاده. بصوا بقت فله، واوضته خلاص جاهزه وبقت جميله جدا جدا. يوسف لما بيجي من المدرسه والاوضه، هو كده كده والله بيسيب الاوضه مستفه قبل ما يروح المدرسه، بس لما بيجي بيحب يلاقيها نظيفه. بصوا بقى اوضه كنزي
روقتها بقى وخليتها جميله، اختلفت تماما، بقت حلوه. كانوا رغم ان اوضه البنات دي المفروض تبقى انضف من اوضه الولد، معرفش البنات عندي مش منظمين خالص غير يوسف. غيرت بقى الستاره، حطيت ستاره فيكتوريا، والسجاده بتاعت فيكتوريا سيكريت، والجزامه حطيتها جنب التسريحه، وهنا جنب التلفزيون بقى خليت برضو شويه لعب والباسكت بتاعهم. والتلفزيون ظبطته برضو لمعته، والتسريحه بقى بصوا غيرت برضو شكلها والديكور اللي عليها، خليتها بقى بالديكور ده، شكلها بقى حلو جدا جدا. غيرت النظام يعني. والجزامة خليتها برضو جنب التسريحة، يبقوا جنب بعض كده يبقى شكلها حلو قوي. ولمعت المراية بقى بتاعت التسريحة. يا رب بس يبقوا منظمين، لان يوسف عندي منظم خالص اكتر منه، اكتر من اخواته البنات يعني. غير البنات عندي مش منظمين نهائي. بس ده شكل بقى الأوضة، ودي التسريحة برضو اللي عليها، وظبطت الطوق على قد ما اقدر. بس يا حبايبي، ولمعت بقى اللعب بتاعتهم كلها، ودي شكل الستارة بصوا شكلها كيوت جدا. انا كنت عاملاها هناك لما انا كنت شقتي القديمة كانت الستارة على الشباك من فوق، لكن هنا عشان عاملة جبسون بورد فالستارة من فوق خالص. فبصوا بقى شكلها لايقة مع السجادة وشكلها حلو جدا. طقم منظم ده برضو حطاه هنا، بصوا حطه عند الكوبس دي كراتين اللعب بتاعتهم اللي هي بتفضى، بقص العرايس اللي عليها وبستخدمها بقى، بعملها بقى ايه في الحيطة. ودي عرايس زودي حبيبتي ورصيتها بقى بالشكل ده. بصوا بقى الشكل النهائي، الأوضة بقت نظيفة وفلة شمعة منورة. بس يا رب بس يحافظوا عليها ويتمادوا على النظافة بتاعتها. بس يا حبايبي انا جهزت عندي بقى الغدا بتاعهم. بعد ما هم جم بيجوا من المدرسه جعانين جدا جدا، انتوا مش متخيلين بيبقوا جعانين عاملين ازاي. غرفت لهم بقى الاكل بتاعهم، رز وملوخيه وشوربه وفراخ. المخلل ده بتاعنا مش تبعهم خالص. كنزي جاهزه يا كنزي؟ دودي تعالي اقف هنا يا دودي، ادي الشوكولاته. يوسف جاهز يا يوسف؟ خالو جاب لكم هديه جميله جدا جدا، ويلا بينا بقى نشوفها. جاهزه يا دودي؟ مين فيكم عايز يشيل المفاجاه الاول؟ انا ويوسف. كنزي اللي قالت الاول. هات لغايه 3. يلا 1 2. يلا يا جاهزين؟ فرحانين؟ واهي الشوكولاته الجميله الجميله حلوه قوي قوي. واو يلا بينا. يلا اوعى بقى يا يوسف، اوعى. هاتي يوسف. تعالي افتحيها يا كنزي. انا هجمع. طب افتحيها يلا. يلا يلا وزعي لاخواتك. ادي دودي واحده، يلا، وادي يوسف واحده. يلا اختار اللي انت عاوزه يا يوسف، اختار اللي انت عاوزه، سيبي هو يختار اللي هو عاوزه. بس يلا نشيل بقى الباقيه في الفريزر. يلا دودي. هاي يا حبيبتي. يلا خدتي يا كنزي واحده ليكي؟ هاتي يلا شيلها بقى في الفريزر. يوسف خدتي يا يوسف واحده؟ ها سيبي يا يوسف الملح ده. خدت الشوكولاته؟ طب يلا اقعدوا، يلا كلوا، يلا باي. باي.